معاك موبايل وهاند فري وعندك 15 دقيقة فراغ، تعالى اقول لك ازاي تستفاد من ال 15 دقيقة دي، انك انت تطور نفسك وتطور ذاتك وانك انت تكتسب حاجة جديدة كل يوم. بص يا سيدي، مبدئيا كده في تريكايه لو عملتها لمدة 21 يوم بالظبط هتلاحظ بعدها بالتغيير اللي هيحصل لك في شخصيتك. بص يا سيدي، كل اللي انت هتعمله انك انت هتنزل ابلكيشن البودكاست، سواء جوجل بودكاست او اي ابلكيشن بيستخدم بودكاست. وممكن برضه تفتح اليوتيوب، هتلاقي برضه قنوات بتبث بودكاست، زي مثلا قناه دروس اونلاين وكده. هتلاقي برضه قناه على اليوتيوب بتعمل بودكاست. فانت يا سيدي بعد ما تختار المنصه اللي انت هتسمع من خلالها البودكاست، هتظبط كل يوم 15 دقيقه من وقتك، هتحط الهيدفون في ودنك وتظبط ال 15 دقيقه على البودكاست اللي انت هتسمعه، وتبدا تشغل البودكاست بقى كل يوم وعيش حياتك بقى يا معلم. وخش في العالم السحري الجديد دوت، بدل الاغاني بقى والكلام ده كله، لا، بدل الاغاني دي بالبودكاست واستمتع بقى بالتجربه دي. ليه بقى؟ لان البودكاست دوت كله مواضيع هادفه ومهمه. بمعنى ايه؟ يعني تقدر تعمل نقاء لنفسك، تطوير للذات بتاعتك، تعرف معلومات جديده في مجالات كتيرة مختلفة. يعني البودكاست ببساطة هيساعدك في حاجات كتيرة، اللي هي تطهر قلبك، تطور عقلك، تعرف نفسك، تكتشف ذاتك، تحسن عبادتك. وانا جاي اقول لك عن اهم بودكاست ممكن تسمعهم في حياتك. طبعا معانا اول بودكاست هو بودكاست فنجان، ده بيقدمه واحد اسمه عبد الرحمن ابو مالح. طبعا كل يوم احد هو بيستضيف شخصيه في مجالات مختلفه، سواء سياسه، اقتصاد، تطوير ذات، تعلم لغه، كل ده. هو تاني بودكاست لازم تسمعه هو بودكاست شايك حبوب. ده كل فكرته ان هو دايما بيديك افكار مفيده عشان تطور من ذاتك بشكل دايم. افضلك انك تسمع الحلقات، ودايما حلقاته بتبقى 20 دقيقه او 28 دقيقه، يعني بتبقى حلقات بسيطه. ثالث بودكاست هو بودكاست هدوء مع عمار. ده يا سيدي بودكاست هادي ورايق، بياخدك كده في رحله هدوء، يعني في رحله ما بين الفلسفه والخاطر وكده يعني. وبرضه بيحكي لك التجارب والحاجات دي. رابع بودكاست هو البودكاست الغني عن التعريف، اللي هو بودكاست اباجوره. ده يا سيدي بص بودكاست كده جديد، فيه اكتر من 50 مليون مستمع، بياخدك في رحله تانيه خالص، لازم برضه تحطه من ضمن القائمه بتاعت التشغيل بتاعتك. خامس بودكاست هو بودكاست صحبه. ده بقى بيخفف عن قلبك والمشاكل بتاعت الحياه كل يوم طبعا في مشكله وكده، فده بيخفف عننا وكده، بيحكي لك مشاكل وتجارب وازاي تعدي منها وازاي تستفيد بقى من التجربه الفاشله وكده يعني. طبعا كل بودكاست انا قلته هيكون محطوط لينك ليه في صندوق الوصف او الكومنت، وبرضه هيكون في لينك قناه التليجرام، برضه هيكون سايب لكم البودكاست ديت عشان تقدروا تسمعوها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان نركز استفاد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.